أسبوع كمان عدّى وتايتن إكس لسه خارج عن السيطرة خالص، ولا منظمة مونارك ولا شركة إيبكس عارفين يسيطروا عليه. وبندخل في الحلقة الخامسة اللي في بدايتها بترجعنا لمدينة طوكيو سنة 1990، وهناك بنلاقي هيروشي وهو بيكلم بنته الصغيرة في التليفون، واللي بيغني لها أغنية بصوت واطي وحنين علشان يساعدها تنام وهي بعيدة عنه. بس في نص الأغنية ممرضة بتقاطعه فجأة وبتقول له إنهم خلاص جاهزين يستقبلوه جوه. وفي اللحظة دي هيروشي ما بيكونش قدامه حل غير إنه يقفل السكة، وبيسيب كيت حزينة علشان ما خلصوش الأغنية سوا. وبنمشي ورا الممرضة في طرقة المستشفى وبنعرف هو ليه موجود هناك أصلا، علشان بنكتشف إن ابنه التاني لسه مولود حالا. وهيروشي بيدخل بالراحة على مراته اللي شايلة البيبي في حضنها، وبتقوله إنها كانت لسه بتفكر تسميه إيه، وبتسأله هو اسم باباه كان إيه. وهيروشي بيقول لها إن بيل ده كان جوز أمه في الحقيقة، لكن اسم باباه الحقيقي كان كنتارو. وفي اللحظة دي الاتنين بيوافقوا إنهم يسموا البيبي كنتارو. وبعدين بنرجع للوقت الحالي وبنشوف اللحظة اللي هيروشي بيكتشف فيها رسالة أمه كيكو، الرسالة اللي فيها سر خطير عن علاقتها بلي تشاو واعترافها الصريح بحبها الكبير ليه. وفي الوقت ده كيكو بتجري وراه مصممة إنها تتكلم معاه في اللي هو لسه قاريه، بس هيروشي بيقرر إنه يهرب من الكلام ويغير الموضوع، وبيفتح موضوع التايتن اللي رايح ناحية جزيرة سانتا سوليداد، وده علشان يهرب من المواجهة العاطفية، رغم إن اللي هو عرفه ده وضح ليه أخيرا ليه بيل سابه وهو لسه طفل صغير. وكيكو بتحاول تهون الموضوع وبتقول له إن كل اللي حصل ده كان مجرد غلطة واحدة، بس هيروشي بيقول لها إن الكلام اللي مكتوب في الورقة بيقول حاجة تانية خالص، لأن كيكو بتعترف في الرسالة إنها حبته وإنها هتفضل تحبه طول عمرها، وإنها كمان كانت بتتمنى يعيشوا حياتهم سوا في حياة تانية. وبيقول لها بإن الرسالة دي كانت مستخبية وسط حاجات بيل، وده معناه إن بيل كان عارف طول الوقت باللي هي عملته. وبكده هيروشي بقى عنده فكرة واضحة عن السبب الحقيقي اللي خلى والده يسيبه. وفي اللحظة دي القصة بتودينا لسانتا سوليداد، وهي جزيرة صغيرة موجودة في جنوب تشيلي. والتايتن اكس بيرجع للمكان ده بالظبط كل 15 سنة في نفس الميعاد، بس المرة دي شكل المكان اتغير خالص، مفيش الأكواخ الخشبية القديمة، وبقى فيه قاعدة كاملة لشركة إيبكس مليانة بأحدث التكنولوجيا عشان يصطادوه. وماي بتكون من أوائل الناس اللي بتوصل مع مديرتها بريندا، وبتسمع إن فاضل 13 ساعة بس والتايتن يظهر، فبيكونوا مستعجلين جدا. المديرة مقتنعة جدا إن الكود اللي مي عملته هو اللي هيخلي إيبكس تسيطر على التايتن، بس مي مش حاسة إنها قد المسؤولية الكبيرة دي خالص. وبعدين بنرجع تاني لهيروشي وبنلاقيه واقف قدام الهانجر وحزين وغضبان من نفسه ومن كل الناس اللي حواليه. وفي اللحظة دي بيظهر ليه علشان يواجهه، وبيقول له إن الغضب مش هو الطريق اللي لازم يمشي فيه، ما ينفعش يقضي بقية حياته شايل غل وحقد بسبب غلطات غيره، ولازم يركز إنه يبني مستقبله هو. وليه بيفكروا بحقيقة مفيش منها مفر، من وسط كل الناس اللي خسروا أهلهم هو الوحيد اللي كان محظوظ ورجعت له أمه تاني، بس من ساعة ما رجعت هو ما عملش حاجة غير إنه يبعدها عنه. وليه بيسأله سؤال بيوجع، هل هو ده اللي كنت عايزه لحياتك؟ وفي الآخر بيقول له إنه بيحاسب أمه على غلطة هو نفسه عملها، هي حبت اتنين وإنت كمان حبيت اتنين. وفي نفس الوقت اللي كل ده بيحصل فيه تيم بيحاول يقنع المدير باريس إنه يثق في إحساسه ويخليه يروح الجزيرة، بس المشكلة إن المعلومات الرسمية اللي المدير باريس استلمها من شركة إيبكس بتقول إن التايتن ده ظهر قريب في ألاسكا، وعشان كده باريس بيطلب منهم يرجعوا فورا. لكن تيم في الوقت ده بيكشف معلومات مهمة، إن بيراندا كان راسم خريطة هجرة مفصلة للتايتن ده، وإن دي بالظبط هي الخريطة اللي إيبكس ماشية وراها في السر. والسؤال الكبير اللي تيم بيطرحه هو ليه إيبكس لو سرقت شغل بيل وهيروشي ما شاركتش الاكتشاف ده مع أهم حليف ليها؟ وقدام الحجة القوية دي باريس بيقرر يديله فرصة، وبيديله مهلة ساعتين بس علشان يجيب دليل قاطع إن الوحش ده فعلا راح الجزيرة، ولو قدر يثبت ده باريس هيقف معاه ويدعمه، لكن لو فشل تيم هيكون بيخاطر بوظيفته بشكل نهائي. وفي نفس الوقت ده على متن طيارة عسكرية كيكو بتستغل الفرصة وبتسأل كيت عن تجربتها الصعبة في سان فرانسيسكو، وكيت بتعترف إنها في اللحظة اللي لمست فيها المية حست بحاجة غريبة جدا، زي أكن أغنية بتتنقل عن طريق اهتزازات عميقة جدا. وبعدين ليه بيقول لهم إنهم هيهبطوا قريب من سانتا سوليداد، والكلام ده هيكون في أقل من ساعتين، وعلشان كده لازم يراجعوا الخطة كويس. وحسب المعلومات اللي جمعوها وهم بيتسللوا لمنشأة إيبكس، المنظمة دي بتدور بشكل يائس على طريقة تسيطر بيها على تايتن إكس، وعلشان كده ليه متوقع إنه يلاقي هناك نوع من المحطات أو القواعد المؤقتة مجهزة برادارات وأجهزة إرسال إشارات شبه اللي مي عملتها، وده اللي بيخليه متأكد إن مي هتكون هناك. وبعد كام ساعة الفريق بيوصل أخيرا لنفس الأراضي اللي والدة هيروشي مشيت عليها من سنين طويلة، وهيروشي ساعتها بيمشي بعيد عن المجموعة في الوقت اللي كنتارو بيتكلم مع أخته عن تصرفات أبوهم في شبابه. وكنتارو بيكشف لها إن هيروشي لما افتكر إنها ماتت انهار تماما، وفضل سنتين تقريبا سايب نفسه غرقان في حزن كبير كان بياكله يوم بعد يوم.
وعشان كده بيأكد لها إنها ما تشكش أبدا في حب والدهم بالرغم من كل الأخطاء اللي عملها في حياته. بعد كده بعيد عن الفريق، كيكو بتسأل ليه احتفظ بالرسالة اللي سببت كل المشاكل دي، وليه بيعترف بمرارة إن الورقة دي كانت الحاجة الوحيدة اللي فاضلاله منها، وبيطلب منها إنها تفهم إن هو كمان كان متدمر. وبيعترف إنه كان بيقرأ الرسالة دي من وقت للتاني، وساعات كتير كان بيغضب من نفسه جدا لأنه ما حاربش عشانها أكتر لما كان لسه في أمل. ولما كيكو بتسأله لو عنده أي فكرة إزاي يصلحوا الوضع ده، هو بيقول لها إنه مفيش حاجة تتصلح. هيروشي يستاهل اعتذار، بس واضح كده إنه مش في المود المناسب إنه يستقبل أي اعتذارات دلوقتي، وعشان كده لازم تديله وقته. وبعدين في قاعدة إيبكس، جيسون بيعرف مديرته أخبار مش كويسة. الرادارات بتاعتهم كشفت إن مركب مونارك بتقرب من منطقة الأمان اللي هم عاملينها في البحر. واضح كده إن إشارة التمويه الكدابة اللي عملوها في ألاسكا ما نجحتش، ودلوقتي خطتهم كلها معرضة إنها تتدمر. وفي الوقت ده بريندا بتديله صلاحية كاملة علشان يتأكد إنهم ما يدخلوش في الخطة، وبتقول له إنهم ما ينفعش يسمحوا لمهرجين مونارك إنهم يدمروا اللي هم بنوه بصعوبة. وفي نفس الوقت بريندا بتروح تتأكد بنفسها إن ماي مش بتسرب معلومات من وراها. وفي القاعدة بنعرف بالظبط إيه هي خطة بريندا عشان تسيطر على التايتن. والخطة عبارة عن صاروخ متطور جدا بيتشال على درون تكنولوجي عالي، ومصمم إنه يغرس نفسه في جلد التايتن ويبعت موجة مباشرة لمخه. بعد كده بنروح للي والفريق بيلاقوا قاعدة قديمة لمونارك مهجورة، والمكان ده مكتوب عليه كشك المراقبة رقم 27. من ضمن الورق اللي لقاه هناك، ليه بيأكد إن المنظمة استنت التايتن 10 سنين كاملة قبل ما تيأس وتسيب الجزيرة خالص. وهناك كمان بيكتشفوا إن أهل القرية سابوا المكان بعد ما وصلوا بفترة قصيرة، واتهموهم إنهم بوظوا أرضهم. وجنب السرير كيكو بتلاقي رسمة لهيروشي، وبتتأكد إن بيل كان موجود في المكان ده في وقت من الأوقات. والاكتشاف ده للأسف بيخليها حزينة جدا، وليه بيجري علشان يسندها، بس هيروشي لسه متضايق جدا وبيمشي فجأة وبيسيبها. دموع مامته ما كانتش فارقة معاه خالص في اللحظة دي، وكيكو بتخرج وراه علشان تحاول تتكلم معاه لوحدهم. وبتبدأ كلامها وبتأكد له إنها بالرغم من كل اللي قراه في الرسالة عمره ما يشك لحظة إنها حبت بيل من كل قلبها، وبتتأسف جدا إنه اضطر يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة دي. وهيروشي بيعترف إنه في اللحظة اللي قرا فيها الرسالة حس بغضب شديد ناحيتهم هما الاتنين بسبب اللي عملوه في أبوه، إنه فكر إن بيل سابهم كنوع من الانتقام الموجه لابنه هو. لكن دلوقتي بعد ما خد وقته وفكر بهدوء، حاسس براحة غريبة لأنه سنين طويلة كان شايل ذنب اللي حصل، ومقتنع إن بيل سابهم بسببه هو. ولما كيكو بتسمع كلام ابنها ما بتقدرش تمسك نفسها وبتجري عليه وبتحضنه. وهيروشي بيشكرها من كل قلبه إنها شالت من عليه الحمل ده، ودلوقتي هو عارف ومتأكد إنها هي اللي خذلت بيل مش هو. وفي الوقت ده كيكو بتعترف له إن في اليوم اللي وقعت فيه في الشق الأرضي هما الاتنين اترجوها ما تعملش كده، وعرضوا إنهم ياخدوا مكانها. وفي اللحظة الحرجة دي بيل ولي الاتنين مدوا إيديهم علشان يساعدوها، بس هي عشان ما قدرتش تقرر تمسك إيد مين فيهم ضيعت سنين من عمرها محبوسة في الشق ده بعيد عن كل اللي بتحبه. وهيروشي بيعترف إنهم في الآخر مش مختلفين عن بعض، هما الاتنين عملوا غلطات شبه بعض، بس على الأقل لسه عايشين علشان يحاولوا يصلحوا اللي فات. وبعد كده بنرجع لسنة 2014 وبنشوف تيم بيكلم هيروشي في التليفون، وبيقول له انهم لقوا شنطة بيراندا ولازم يجي حالا. وهيروشي بيرد ببرود وبيقول له انه ما يعرفش والده كويس قوي، وبيطلب منه هو اللي يتصرف في الشنطة دي. بس تيم بيضغط عليه وبيفكره ان ده ابوه، وان ما فيش حد في الدنيا هيقدر يفهم الابحاث دي ويطلع منها حاجة مفيدة غيره هو. والكلام ده بيخلي هيروشي يقتنع، وبيشيل ايده من على باب بيته وبيقرر يأجل زيارته العائلية. وبعدين بنرجع للوقت الحالي، وتيم واقف في غرفة القيادة في المركب، وفجأة السونار بيلقط حاجة بتقرب بسرعة رهيبة على بعد أقل من كيلو. والحاجة دي لسه طالعة على السطح حالا، وما قدروش انهم يلقطوها قبل كده علشان كانت في مية عميقة جدا. الوحش رايح في اتجاه المركب بالظبط، والحسابات بتقول ان التصادم هيحصل كمان 18 ثانية، وساعتها القبطان بيدي اوامر بتغيير المسار باقصى سرعة، والمركب بتنجو من التايتن باعجوبة. بعد كده الوحش بيكمل طريقه للقرية، وبسبب سرعته المركب مش هتقدر تحصله. تيم بيقرر يبلغ ليه انهم مش هيقدروا يوصلوا في الوقت المناسب. بعد كده بنروح لقاعدة ايبكس. بريندا بتعرف ان التايتن على بعد 16 كيلو متر وجاي من الجنوب الشرقي، وماشي بالظبط على الخريطة اللي سرقوها من ابحاث بيل. بتبلغ رؤسائها ان كل حاجة ماشية حسب الخطة، وليه وفرقته اخيرا بيوصلوا القرية، بس بيلاقوها مليانة جنود من ايبكس. وبيشوفوا ماي وهي مركزة جدا، وبتحط لمسات الاخيرة على الكود بتاعها علشان تعمل الرابط العصبي اللي هيخليهم يتحكموا في التايتن. وجيسون بيقول لها تخلص بسرعة لان التايتن هيوصل كمان 16 دقيقة، وبيطلب من كل الناس انها تمشي
ويتحركوا، وده بيدي فرصة للي إنه يقرب ويدي إشارة لمي علشان تجيله. وأول ما بتدخل الكوخ كيت بتهاجمها وبتقول لها انت بتعملي ايه، وساعتها مي بتكشف لهم خطة ايبكس الحقيقية انهم عايزين يتحكموا في التايتن علشان يضمنوا ان مأساة زي اللي حصلت في الجي دي ما تتكررش تاني. وكيت بتمسك نفسها بالعافية، بس مي بتفكرها ان التايتن ده موجود هنا اصلا بسببها، فمحدش يلومها وهي بتحاول تصلح غلطتها. وفي الوقت ده مي بتطلب منهم ما يتدخلوش، وبتقول ان الرابط العصبي ده هو الحل الوحيد علشان يبعدوا التايتن عن المناطق المزدحمة. وساعتها كيكو شايفة ان التحكم ده حاجة قاسية جدا، بس ليه بيوافق مي من ناحية عملية. بس برضه بيفضل السؤال، ليه ايبكس مخبية كل ده عن مونارك وعن العالم؟ فبالنسبة للي الموضوع واضح، الرابط ده ممكن يمنع كارثة فعلا، بس ممكن يسبب كارثة تانية لو ايبكس قررت توجه التايتن لمنطقة زحمة. ساعتها محدش هيقدر يوقفهم، والعالم هيفتكر ان الوحش بيتحرك من نفسه، والرابط ده هيحول التايتن لسلاح في نفس الوقت، سلاح ممكن يتباع للي يدفع اكتر. وبعدين الجزيرة كلها بتبدأ تتهز بعنف، وآلاف الخنافس بتطلع من الكهف وبتتجمع على الشط. وساعتها بريندا بتؤمر الموظفين إنهم ينسحبوا من منصة الإطلاق، وليه بيقول للفريق إن دي الفرصة الأخيرة. بيجروا كلهم علشان يبوظوا الدرون، بس كاميرات المراقبة بتلقطهم، وبريندا بتؤمر بإطلاق الدرون فورا قبل ميعاده. الدرون بيطير بالصاروخ، وليه بيفضل لوحده قدام الخنافس اللي نازلة من الجبل، بيضطر يرمي نفسه على الأرض وبيخليهم يمشوا فوقيه. وفي الوقت ده كيت بتبدأ تحس بحاجة مفيش حد غيرها حاسس بيها، بتسمع نداء التايتن بوضوح في دماغها، وبتروح فعلا ناحية الشط علشان تشوفه. الوحش بيقرب منها، وهيروشي بيخرج يدور عليها وبيشوف المشهد ده، بنته في مواجهة قريبة جدا مع التايتن اللي مش باين عليه انه عايز يأذيها. بس الهدوء ده بيتكسر لما الدرون بيظهر في السماء، وكيت بتقرب من الوحش كأنها مستنياه علشان يمشوا سوا، وبريندا بتدي امر الضرب، والصاروخ بيطير ناحية دماغ التايتن. الوحش بيرفع واحدة من لوامسه علشان يحمي نفسه ويصد الصاروخ، بس ده ما بيمنعش الرابط انه يحصل، هو بس بيأخره. تايتن بيحس بوجع رهيب في دماغه وهو بيتحول لعبد للنظام، والوجع ده بتحس بيه كل الكائنات اللي ليها رابط معاه، ومنهم كيت. كيت بتحس بنغزة قوية في دماغها وبتقع على الأرض، وباباها بيجري يلحقها. التايتن بيبدأ يقاوم التحكم الخارجي، والنظام بيبدأ يبوظ لأن الحمل العصبي أكبر من كود مي. الخنافس بتبدأ تدافع عن التايتن وبتهجم على الدراع اللي فيه الصاروخ وبتقطعها علشان تحرر الوحش. الدراع المقطوع بتقع بكل تقلها على القرية، وفي الوقت ده كيت وباباها بيهربوا بسرعة. وفي نفس الوقت بنشوف جيسون بيسرق الهاردات اللي عليها معلومات المهمة قبل ما يهرب، والتايتن بيكمل تدمير القاعدة بالكامل. وبعد ما الدنيا بتهدى كيت بتلاقي باباها هيروشي عنده جرح عميق جدا في صدره وبينزف دم كتير. وفي لحظاته الأخيرة هيروشي بيطلب السماح عن كل اللحظات اللي ضاعت وكل الغلطات اللي عملها. وكيكو بتوصل في آخر ثواني وبتقعد جنبه وبتبدأ تغني له نفس الأغنية اللي كان بيغنيها في التليفون زمان. وأخيرا هيروشي بيموت في سلام وهو سامع صوت أمه، وكيت بتصرخ وتترجاه ما يسيبهاش. وفي الآخر سفينة مونارك بتوصل علشان تحاول تلم الكارثة وتعالج المصابين، بس للأسف كانوا وصلوا متأخر وما قدروش إنهم ينقذوا هيروشي. وجيسون بيهرب بالعربية ومعاه البيانات اللي تساوي ملايين، ولما كنتارو بيرجع ومعاه المساعدة بيلاقي أبوه خلاص فارق الحياة. وبكده بتكون نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل مونارك الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.